ابنك بيعض ايده لحد ما بيتعلم او بيعض اللي حواليه بدون اي سبب واضح، دي مش عصبية زيادة من الطفل ولا قلة ادب، دي رسالة حسية مهمة جدا. اهلا بيكم في الحلقة الثانية من سلسلة كل يوم علامة. في الحقيقة ان العض عند الاطفال خاصة اللي بيعانوا من اضطرابات نطق او اضطرابات نمائية ده بيكون وسيلة لتفريغ طاقة حسية زيادة عند الطفل. الطفل هنا بيحاول يوصل لإشباع في مفاصل الفك لأنه مش حاسس بيها كويس، أو بيعبر عن ضغط عصبي ونفسي هو مش عارف يوصله بالكلام. النصيحة هنا قبل ما نعاقب نراقب، نشوف الطفل بيعض وهو زعلان، ولا وهو فرحان ومتحمس، ولا وهو قاعد لوحده وسرحان. الإجابة على السؤال ده هي اللي هتحدد هل نبدأ بالعلاج السلوكي ولا نعمل برنامج تكامل حسي. لو ابنك بيعض اكتبي لي في التعليقات هو عنده كام سنة والمواقف اللي بيعض فيها، وأنا هكتب لك البديل الحسي المناسب لحالته. السلام عليكم.